هالة، مستعجلة ليه؟ مساء الخير يا مريم، معلش اتأخرت عليكي شوية. العادة بتاعي. فين الأشهر؟ مش متفقين هنتناول النهارده القداس العيد زي كل سنة؟ معلش يا مريم، أنا مش هتناول النهارده، روحي انت ادخلي الكنيسة وأنا هفضل واقفة هنا. معقول؟ تفضلي واقفة في وش الكنيسة والقداس شغال جوا؟ ما احنا عمرنا ما عملناها، ده تصرف ما يليقش بولاد ربنا. ايه اللي حصل لك بس النهارده؟ أصلي زعلانة شوية ومش مركزة ومحتارة. زعلانة ومحتارة؟ طب احكيلي ايه الموضوع؟ امبارح كنت بعترف عند ابونا عشان اتناول النهارده، وبعدين قلت له انا نفسي يا ابونا الزمان يرجع بيا لغايه يوم الولاده واكون موجوده جوه المزود اللي اتولد فيه السيد المسيح. ياه، ده حاجه جميله جوي، يا ريت وانت رايحه تبقي تقولي لي علشان اجي معاك. تيجي معايا؟ تيجي معايا فين؟ هو انت شايفاني رحت في حته؟ ما انا واقفه معاكي وما اتحركتش. انا عارفه يا اختي، بقول لك لما تكوني ناويه تسافري للزمان الماضي تبقي تقولي لي علشان اجي معاك. انت بتتريقي عليا يا مريم صح؟ لا صدقيني مش قصدي، المهم ابونا قال لك ايه؟ ما هو ده اللي مزعلني ومخليني محتاره، عشان ابونا قال لي وليه ترجعي بالزمان وتسافري لغايه بيت لحم؟ ما ممكن المزود يكون جواكي والمسيح برضه يتولد فيه. الكلام ده؟ يعني ايه المزود يكون جواكي؟ مش فاهمه حاجه. شفتي بقى يا ستي انا ليه محتاره؟ طيب ليه ما سالتيش ابونا وهو يفهمك؟ وانا ما بفهمش لوحدي ليه يعني وانا صغيره؟ انت غلطانه، مش عيب انك تسالي وتقولي انا مش فاهم بدل ما انت واقفه ومحتاره كده. ما اللي حصل بقى ما سالتوش وخلاص. انا عندي فكره حلوه، تعالي نتخيل اننا سافرنا بالزمان الماضي وسافرنا لحد بيت لحم ونشوف مين الناس اللي هنقابلهم في الطريق واحنا رايحين. فكرة جميلة يا مريم، انا موافقة، بس ازاي؟ حاجة يا هالة، ده الموضوع باين له قلب بجد، احنا سنو من الرجل ده. انتوا مين وعايزين مين؟ انت شكلهم غريب كده ليه؟ ممكن تقول لنا احنا فين؟ انتوا في اورشليم. اورشليم؟ انا ماليش تناقض بيننا. ما تفتكريش انتوا مين وعايزين ايه بالظبط؟ انا اسمي هالة ودي صديقتي مريم. في الحقيقه احنا كنا عاوزين نروح بيت لحم عند المزود اللي هناك. عند المزود ليه يا بنتي؟ هو انت عايزه تشتري بقره من هناك؟ لا رايحين نشوف. رايحين نشوف يسوع المسيح مخلص ملك اليهود. يسوع المسيح مخلص اليهود، اخيرا اشكرك يا رب. حضرتك ما عرفتش. انا يا بنتي من شيوخ اسرائيل، وربنا من محبته سمح ان يطول في عمري عشان اشوف مخلص اسرائيل ملك الملوك، لاني شكيت ان ممكن العذراء تلدني مخلص العالم. احب حضرتك تيجي معانا؟ المشوار طويل وصعب عليا، انا هستناه في الهيكل، اكيد هيجي وساعتها هعمل اللي انا مستنيه من سنين. هتعمل ايه؟ قول لنا. هشيل المخلص على ايديا وارفعه لفوق واقول الان يا سيد تطلب عبدك بالسلام حسب قولك، لان علي قد ابصرت خلاصك الذي عددته قدام الشعوب نورا تجلى الامم ومجد شعب اسرائيل. لكن ليه السيد المسيح اختار انه يتولد في بيت لحم؟ لان النبوه كانت بتقول كده: انت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لان منك يخرج مدبرا يرعى شعب اسرائيل. على فكرة أنا عرفت مين الراجل اللي كان بيتكلم معانا هنا، وأنا كمان عرفته، بس مش ده المهم، عشان أنا برضه لسه ما عرفتش الإجابة على السؤال بتاعنا: إزاي المزود يكون جواك؟ حسب يا أستاذ. أصل مستقبل شوية، رايح بيت لحم والمشوار لسه طويل. أنت كمان رايح بيت لحم؟ استنى خدنا معاك. لا معلش، ده أنا سايب كل اللي ورايا، حتى أصحابي اللي كانوا جايين معايا ثم علشان اوصل بسرعه، اصلهم لسه مش مصدقين يا هو في حاجه حصلت من ساعه ما الملاك ظهر لنا وبشرنا بالخبر المفرح وان المخلص اتولد في المزود، وكمان شفنا الملائكه بترنم بتقول المجد لله في العالي والارض السلام وبالناس المسره، وكلنا كنا مش مصدقين وخايفين. وايه اللي حصل لكم بعد كده؟ الملك بشرنا وقال لنا ما تخافوش، وادانا علامه كمان علشان نعرف بيها المولود ملك اليهود. وايه هي العلامه؟ قال لنا هتلاقوا
المجر اللي اتولد فيه السيد المسيح؟ لا ما سألتوش، لكن كويس انه اتولد في المسجد، لأن لو اتولد في قصر زي كل الملوك هيكون صعب على الناس الغلبانة والبسيطة اللي زينا إنها تشوفه. يا حبيبي عندك حق، يسوع المسيح اختار مكان متواضع وبسيط عشان يبقى قريب من كل الناس، وكمان اختار الناس المتواضعة علشان تفرح مع الملائكة. فعلا ربنا محبته كبيرة قوي. احنا كمان بنحب كل الناس ومش بنزعل حد ابدا، علشان كده حاسين ان ربنا اختارنا علشان بعدين. معقول؟ يعني حتى في شغلك مش بتزعلوا ولا تتخاصموا؟ ما ينفعش نتخاصم لان معانا امانة كبيرة وعظيمة، وبنلف الوديان والجبال وممكن نسرع زي الوحوش علشان نحافظ على اللي معانا. ياه، تسرع زي الوحوش دي شغلانة صعبة جدا. طبعا لان ممكن الواحد يضحي بحياته علشان اللي معاه او حتى عشان اصدقائه. يا ترى يا مريم، هو احنا ممكن نحب بعض لدرجة ان كل واحد فينا يضحي عشان التاني؟ طبعا، بدليل ان انا ضحيت وجيت معاك الرحلة اللي مش عارفة هتنتهي امتى دي. بعد اذنكم ممكن تساعدونا؟ اتفضل، احنا تحت امرك. يبقى يعرف فين يتولد ملك اليهود؟ حضراتكم شكلكم غريب عن البلد. فعلا أنا جيت مع زملائي من بلاد المشرق، وإحنا عايزين نعرف فين يتولد ملك اليهود. ده مش بس ملك اليهود، ده كمان ملك الملوك ورب الأرباب. طبعا عشان كده احنا جايبين الهدايا للملك ذهب ولبان وبر. لكن احنا ما نعرفش نروح بيطلع. وانا احنا كمان لاننا غرباء زيكم. يبقى لازم نروح للملك، هو أكيد هيساعدنا. عن إذنكم مفيش نروح معاهم الملك ونشوف هيعمل ايه. احنا مش جايين نروح مصير الملوك، احنا عاوزين نروح المصر ونلاقي اجابه على السؤال بتاعنا. انت نسيتي السؤال؟ ايوه صحيح. بص هناك، شايفه الزحمه اللي جايه علينا دي؟ ده باين عليه موكب الملك. شفت يا ستي؟ الملك بنفسه جاي لك لحد عندك. ازاي الكلام ده؟ مفيش ملك هنا فين؟ انا لازم اعرف الطفل الموضوع ده فين. وكمان بيقولوا عليه ملك اليهود. انتوا مين؟ احنا اهرام على الملك. البلد بتجيب مليان اهرام وانا ما اعرفهمش. العفو يا مولاي الملك، احنا بس جايين زيارة سريعة ومشينا على طول. ده طبعا بعد اذن مولانا. يا انتوا عارفين ان انا الملك الاعظم في البلاد ومفيش ملك غيري؟ طبعا يا مولاي، هو في حد يقدر يقول كده؟ ايوه في ناس زيين يقولوا فين المولود ملك اليهود، يعني في واحد تاني مولود طمعان في الملك. يمكن يا مولاي يكون ملك من نوع مختلف ويكون مش طمعان في الملك. هو انا لسه هستنى لما اشوفه طمعان ولا لا؟ انا لازم اتصرف من دلوقتي. يا مولاي ده لسه طفل مولود، ولما يكبر تبقى تفكر في الموضوع ده بعدين، لكن دلوقتي قول لنا ازاي نروح بيت لحم. ايوه بيت لحم، برافو عليكي. هم قالوا لي انه هيتولد في بيت لحم. هصدر امر ملكي باعدام كل اطفال بيت لحم من عمر سنتين لحد الطفل اللي لسه مولود النهارده. حرام عليكي، عملوا لك ايه الاطفال دي؟ اسكتي يا مجنونه وطي صوتك، انت مش عايزه ترجعي بلدنا سليمه. وبعدين الاطفال يعتبروا شهداء لانهم ماتوا عشان خاطر السيد المسيح اللي اتولد معاهم في نفس البلد وفي نفس الوقت. عندك حق، لكن هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نوصل بيت لحم بسرعه، وهناك هنلاقي اجابه على السؤال بتاعنا. سؤال ايه؟ انت نسيت السؤال؟ ازاي المزق تكون جوانا؟ ايوه صحيح. طب شاورنا على اي تاكسي كده يكون معدي من قدامي. تاكسي ايه؟ انت كمان نسيت احنا موجودين فين؟ يلا بقى نشوف انا المشوار ده. اشكرك يا رب لانك ارسلت ملائكتك تحرسنا وتبلغنا بامر الملك اللي عاوز يقتل الطفل يسوع، ومن بكره الصبح هنهرب على ارض مصر. السلام ده، هو ده المزود اللي في بيت لحم؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا. عاوزين مين؟ احنا بندور على الطفل يسوع. اتفضلوا، موجود جوه ومعاه ام العذراء مريم. صحيح مهمة عايزة اقولها لك. الملك اصدر اوامر. انا عرفت كل حاجه، ملاك الرب ظهر لي وقال لي كل حاجه، وامرني اني اخد الطفل وامه واهرب الى ارض مصر. يا بختك يا قديس يا عظيم، لكن انا مش قادرة افهم ليه السيد المسيح اختار مسود عشان يتولد فيه؟ لانه مكان متواضع يقدر من خلاله يشوف الملك المولود،
ويفلحوا بالمخلص. ممكن برضه كل ده يحصل لو اتولد في قصر زي كل الملوك. مش مهم قدر ولا مزود، لانه جاي للعالم عشان يتولد جوانا احنا. ازاي؟ لو قلبك فيه التواضع والبساطه اللي علشانه مختار يسوع المزود، ساعتها هيتولد جوانا. تكون قلوبنا متواضعة وبسيطة، ساعتها هتكون هي الميزة. أنا كده فهمت. في جوانا، أنا كمان دلوقتي فهمت. وكمان لو قلبك فيه الحب والبساطه اللي علشانه تقدر تساعد البشر كلهم، ساعتها زي ما المزود كان شايل مخلص العالم كله، ساعتها هيتولد جوانا. اتفضلوا بقى علشان نشوف الطفل المولود. فعلا يا هالة، أبونا كان في كل كلام. أبونا مين؟ أنت لسه مش حواليكي. ماشي، طب تعالي دلوقتي نشوف، ندخل المزود عشان نشوف الطفل يصح ملك الملوك. مزود يا بنتي، احنا في عشر الكنيسة، أنت باين عليك الزعر أثر على كلامك. أيوه صحيح. يا خسارة يا مريم، كان نفسي أقعد مع الطفل يصح إلهي. ما هو موجودش هو في الهيكل. موجود ازاي؟ مش فاهمة. مش جسد الرب اللي على المسبح، جسد الرب حقيقي. عندك حاجة يا مريم، المرة دي انت اللي صح. ممكن نلحق القداس؟ يلا بينا.